مكالمة واحدة بس كانت كفيلة ان هي تنهي مسيرة لاعب كان ملقب بالظاهرة الجديد، وكان مشروع لاعب بالون دور. اكيد مفيش حد ما يعرفش مين هو البرازيلي ادريانو لاعب انتر ميلان. ادريانو اتولد في حي من افقر احياء البرازيل كعادة اغلب اللعيبة البرازيليين، يعني حي مليان سرقة ومخدرات. ولولا ابو ادريانو في السن ده وفي الوقت ده تحديدا ان هو كان معاه وكان مصدق فيه وكان بيشده وكان اغلب الوقت متابعه، كان زمان مصير ادريانو زي مصير اغلب الشباب اللي كانوا في الحي ده، يا بيشرب المخدرات يا بيتاجر فيها. ودي تفصيلة مهمة قوي نركز فيها عشان هنحتاجها قدام. ادريانو بدأ مسيرته في نادي فلامينجو البرازيلي، ومن نادي فلامينجو طلع على انتر ميلان بعد ما عمل موسم محترم جدا في فلامينجو وكان مكسر الدنيا. بس اول ما راح انتر ميلان ما كانش بيشارك باستمرار وسجل هدف وحيد في موسم كامل، عشان يطلع بعدها اعاره على فيورنتينا، ومن فيورنتينا لبارما ويسجل مع بارما 23 جون في 37 ماتش عشان انتر يرجعوه فورا وتبدا مسيره لاعب كان من احسن المهاجمين في العالم وقتها، وكان بوتنشال بالون دور بشهاده كل النقاد والمحللين. لكن في اخر سنه 2004 جات له المكالمه اللي غيرت له مسار كاريره بالكامل. حد من اهله بيبلغه ان والده توفى في البرازيل نتيجه ازمه قلبيه حاده. خافير زانيتي بيقول ان هو كان معاه وقت المكالمه دي في معسكر النادي، وفجاه لقى ادريانو رمى التليفون في الارض وكسره وانهار من العياط. ادريانو انسحب على طول من معسكر النادي وسافر البرازيل، دفن والده وقعد شويه مع عيلته، ورجع النادي شخص تاني خالص. رجع بحماس اقل، شغف مطفي، تركيز منعدم، وبقى بيحاول ينسى والده عن طريق الشرب. وطلع ادريانو في كذا انترفيو ووضح ان هو شغفه انطفى للكرة تماما، لان والده كان سبب رئيسي في ان هو يضيء الشغف ده عنده ويحببه في الكورة. فلما والده مات الراجل فقد الشغف تماما وما بقاش واخد الكورة على محمل الجد زي ما كان واخدها ايام ما كان والده عايش. Não me interessa. Era novo, né? O nego fala que eu fui burro, mas não fui burro não. Porque na época eu perdi meu pai. E eu não ia mentir pro Moratti, cara. Aquele cara que me botou pra jogar na Inter de Milão, eu não posso. وسبحان الله، نفس الشخص اللي خلى ادريانو لاعب محترف ونجم كبير هو برضه اللي كان سبب في انهاء مسيرته. طبعا ما تنساش دي كانت دقيقة بس، القصة لسه ما خلصتش.